صباح الخير. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبافضل حال. نصلي بقى على النبي، نكسب صلاة النبي عليه افضل الصلاة والسلام. جايه لكم بقى النهارده لابسه كده بقى، ورايحه فين يا حنونه؟ عندي كده كام مشوار هروحه. انا بقى كنت موضبه نفسي ان عندي روتين ومش عارفه، ولسه هكمل البيت عشان انزل الفيديو معاكم، فقلت بقى بكره باذن الله اكمله. عندي بقى ايه بقى. كنت في السوق من يومين. كان عندي فرح بعد يومين. كل حاجة من يومين. عندي فرح بقى، فجبت شوية حاجات عايزة تتظبط بقى عند الترزي. فهروح بقى اظبطها النهارده، لان ما عادش الا على الفرح الا يومين فهتأخر. وطبعا عايزة اروح بقى للكوافير. آه، طبعا الكوافير بتاعي مش اي كوافير. انا رايحة لاختي. هي دي الكوافير بتاعي. وبعد كده بقى طبعا هقعد بقى اقضي اليوم بقى هناك عند ماما يعني وكده. لان هنزل اظبط الحاجه مع اختي وكده برضو. فقلت بقى ايه، اعمل لكم المقدمه الحلوه دي بقى. بس المقدمه دي هتنزل لكم مع الروتين، يعني في اول روتين. وان شاء الله بقى استنوا مني فيديو حلو كده اوريكم بقى الاوتفيت الجديد بتاعي اللي هلبسه في الفرح. ويا رب كده ذوقي يعجبكم. وصباحكم فل، صباحكم قشطة، صباحكم عسل. يا رب كده يسعدكم ويرزقكم براحة البال. ويديكم الصحة والعافية يا رب، وينولكم كل ما تتمنوا. طبعا بقى اللي أول مرة يشوف قناة عالم حنان يحط لي لايك حلو، لايك جميل، وتعليق كده مسكر زي فانزات المسكرين. وبشكر كل فانزات على تعليقاتهم الحلوة ولايكاتهم الجميلة. ويلا بينا بقى نشوف هنروح فين، بس انا مش هجيب يعني الطريق لان انتوا شفتوه قبل كده يعني. وانا رايحه عند ماما لسه هفطر وهنزل بقى وكده. فالترزي يعني مش هو ترزي صغنون كده يعني، مش هصور عنده ولا الكلام ده. فان شاء الله بقى لما اجي البس وكده ابقى اوريكم الاوتفيت بتاعي. و باي باي. دلوقتي بقى يا حبايبي بقى، بعد ما خلصنا المقدمة دخلت بقى على اوضه الاطفال ارتبها وكده. فتحت الشباك ونفضت كل الفيديو اتمسح من عندي بتاع اوضه الاطفال والصالون، فبعتذر بقى. فهجيب لكم الصور هنا بقى بعد الاوضه ما خلصت واترتبت. ومسحت الارض ومسحت تحت السراير لانها مفتوحه، وكنست كل ده كنت مصوره لكم، وهحط لكم الصور في اخر الفيديو. ما تقفلوش الفيديو الا لما تشوفوها عشان تعرفوا المصداقيه يعني بتاعه الفيديو اللي بنزله، لان هو فعلا اتمسح. وفرشت بقى ملايات نظيفه وكده. طبعا ومسحت الارض طبعا دي كلها، وشلت السجاد ومسحت تحته اللي بين اللي قدام الكومودينو. وبعد كده بقى خلاص خلصنا الاوضه. فكنت دخلنا بقى على الصالون. طبعا ده شكله النهائي. طبعا كنت مخرجه لمعت الكنب كله وخرجته بره، ومسحت بقى، شلت السجاده كلها وخرجتها. هتشوفوا بقى في الصور اخر الفيديو. ومسحت البلاط ورجعت كل حاجه زي ما كانت. مسحت السيراميك كده بالميه والديتول والصابون. بالله عليكم بقى، انا بأسف على الفيديوهات اللي اتمسحت، بس لو عجبكم الفيديو حطوا لي لايك حلو لايك جميل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.